مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي كارلوس أو كارلوس، الشهرة اللي الناس كلها عارفاني بيه. مبدئيا كده أنا حابب أشكر الحالة الجميلة اللي التايم لاين كان عليها النهاردة. الحساب كان 2600 متابع تقريبا، فجأة بقيت 5000. مش متخيل ومش مصدق إن في عدد الساعات القليل ده الحساب يوصل للرقم ده. فأنا بجد ممتن لكل واحد عمل لي فولو، دخل علق أو عمل لايك أو ريتويت للبوست. بجد متشكر جدا من كل قلبي، وممتن لحضراتكم شخص شخص وفرد فرد. دي نعمة كبيرة أنا ما كنتش أستاهلها، وما كنتش متوقع إن ده كله يحصل. هو توفيق من عند ربنا في الأول وفي الآخر. وأنا فعلا لحد اللحظة دي مش مصدق اللي بيحصل، لحد اللحظة اللي أنا بسجل فيها الفيديو ده، وإن أنا أكون في ظرف ساعتين 3 ترند رقم 14 على مستوى مصر كلها. يعني ما أعتقدش إني كنت أحلم بكده في يوم من الأيام. فأنا بجد متشكر، ولساني عاجز عن الشكر، وممتن لحضراتكم جميعا. أنا في الأول وفي الآخر أهلاوي، مشجع درجة تالتة. كل اللي يهمني هو الكيان، وعشقنا الكيان هو الهدف رقم 1. ويهمني ان الكيان يرجع ياكل الاخضر واليابس، ونشوفه دايما على منصات التتويج. دي اهم حاجة بالنسبة لي. اما بعد، معلش انا اسف لو هطول شوية، بس محتاج اوضح بعض النقاط كده. واتمنى اللي يتفرج على الفيديو يشوفه للاخر، عشان محتاج الناس تفهم جزئية كده معينة عني وعن شخصي. اولا انا مشجع اهلاوي بسيط جدا. دخلت اكس عشان اتابع الاخبار والمعلومات اللي بتتكلم او بتتنقل عن طريق بعض الناس عن النادي الاهلي، او اشوف او اعمل فولو لصفحة النادي، اشوف صور لعيبة، بوستات لعيبة، اتفرج على فيديوهات، الكلام اللي اي حد فينا بيدور وراه. بكل هدوء بكل بساطة بدأت أتعرف على ناس، بدأت أدخل مساحات وأعرف يعني إيه مساحة، بدأت أخد مايكات، بدأت أتكلم، بدأت أفتح مساحات، بدأت الناس تجيلي، بدأت أعرف أصحاب وأعرف ناس محترمة وناس فاضلة جدا وناس ليها فضل وخير عليا، إن مساحتي تكبر ومساحتي تتعرف والناس تسمعها بعد ما كمان تتسجل وتتقفل. الناس بتسمع. متشكر لكل الناس ومتشكر لكل شخص كان في المساحة في يوم من الأيام على مدار الفترة اللي فاتت دي، السنة ولا السنة ونص، ودخل سمعني ودخل علق، دخل رد عليا، دخل يسأل سؤال. دي حاجة أنا نفسي ما استحقهاش، ونعمة كبيرة من حضراتكم عليا. ليه أنا بقول كده؟ طيب، أنا بحابب أوضح جزئية بسيطة جدا. الأول، وقت كأس العالم للأندية اللي كان في السعودية، تمام، باشمهندس محمد علي الأسواني الجميل المحترم الخلوق، تمام، الراجل ده يشهد، وانا هعمل له منشن بعد ما اخلص، تمام، وهطلب منه ان هو يشهد شهادة حق. الراجل ده اول ما بدأت قصة كاس العالم للأندية دخلنا اتكلمنا انا وهو، تمام، ومجموعة من الاشخاص المحترمة. نعمل ايه؟ قلت له نعمل جروب تليجرام، تمام. والحمد لله دخلت مع الراجل، بقى هو ماسك اكس وفيسبوك وجروبات تانية، وانا مسؤول عن جروب الشباب اللي رايحة السعودية او متواجدة في السعودية. وكان كل هدفي وغرضي تنظيم التذاكر، وان احنا نشتريها في مواعيدها او قبل ما تطرح بدقايق. والحمد لله نجحنا في ان احنا نشتري تذاكر كل المباريات. وانا واحد من الناس اللي كنت هدخل اشتري بفلوسي الخاصة، عشان في ناس ما كانش معاها فيز بتشتغل اونلاين او يقدروا او سواء نوعها ماستر كارد او ديبت او وات ايفر، فما كانش حد بيقدر، في ناس ما كانتش بتقدر. فالحمد لله كنت بخش اشتري تذاكر بزيادة واديها للناس بسعرها، او جات عليا اوقات والريكوردات عندي موجودة بالسكرين شوتس بالشاتس بيني وبين الناس. جات عليا فترة كنت بوزع التيكتس ببلاش،
التيكتس كانت بتبدأ تقريبا ب30 ريال او 35 مش فاكر، وكانت في واحدة ب70 او ب80 اللي هي درجة تانية، والدرجة الاولى كانت ب150 او حاجة زي كده ريال برضو سعودي. الحمد لله كان عندي واقف فايض في التذاكر، وكنت بشوف في الجروب اي حد واقف عند الاستاد ما معهوش تذكرة، او حد مش قادر يشتري، او مع حد ضيف او صاحب مش معرفش يشتري، كنت بحول له التذكرة على الاكونت بتاعه، وكانت الناس بتروح تستمتع بالمباراة. زائد ان في ناس كتير برضو تمام كانت عندها تذاكر بزيادة برضو اشترتها، وشافوا ان الناس مش قادرة تشتري. الحمد لله الناس ائتمنتني، كانت بتديني التذاكر وبأرقام كبيرة، يعني 10 و20 و30 و40 و50 تيكت كمان، وكنت باخدها منهم. واوقات كتير اللي يدخل يعمل سيرش عندي على صفحتي على اكس هنا، كنت بدخل على الصفحة عندي واعمل بوست واقول يا جماعة متاح تذاكر ببلاش، اللي محتاج يكلمني. وكنت بدي السعودي قبل المصري، واي حد متواجد في السعودية كان بيكلمني بيقول لي هات تذكرة، بديله بحوله على حسابه ويروح يتفرج على الماتش، سواء من اللي انا كانوا معايا بتوعي او من اللي خدتهم من الناس. لا كان في اي ربح من الموضوع، ولا كان في غرض شهرة، ولا كان في غرض لاي لقطة، ولا الحمد لله طلعنا عملنا نمرة في اي حتة، ولا قلنا للناس سيطون ولا اي حاجة. وخلص كاس العالم والقصة خلصت، وكل واحد راح لحاله. وما طلبتش الحمد لله لنا ولا الناس اللي ساعدت ان اي حد يتكلم عننا او يوجه لنا الشكر في اي حاجة. ليه؟ لان الحمد لله انا بخدم الكيان، لان انا عاشق للكيان، مش بدور على اي مصالح شخصية. ليه انا حكيت القصة دي؟ عشان دي اكبر دليل وبرهان ان اللي حصل النهاردة انا ماليش اي غرض شخصي فيه، ودي حصلت بناء على تفاصيل ومعلومات وتوفيق ربنا. نيجي بقى لقصة النهاردة. رقم 1، جزئية بسيطة كده في موضوع بن رمضان. معلش انا اسف ان انا هطول شوية. فيديو بن رمضان موجود برضو الحمد لله، فضل من عند ربنا. تشاء الظروف ان انا عايش في البلد اللي الراجل ده بيلعب فيها، وكنت من اصحاب الانفراد ان الصفقة فشلت في المرة الاولى بسبب التقسيط، وان النادي كان عاوز كاش. والحمد لله طلعت وقلت وبلغت الناس، منهم الناس اللي بتلقح عليا وبتتريق عليا دلوقتي وبيقولوا كلام كده للأسف بيقل منهم قبل ما يقل من اي حد تاني. بس ما علينا، مش هذكر اسامي حد لان محدش يستاهل ان انا اذكر اسمه. وكانوا بيسألوني وكانوا بياخدوا مني المعلومة دي اول مرة. تمام. المرة التانية بقى لما الصفقة مشيت، كنت موجود في المساحة وبعض الأصدقاء فتح الموضوع، فقلت لهم أنا عندي معلومة وعارف إنه مضى وكده وكده وكده. طب إزاي؟ طب هات حاجة، طب اسأل مش عارف إيه. قلت لهم ثانية واحدة. دخلت كلمت صديقة المدام اللي في المجر هنا في بودابست عاصمة المجر. دخلت كلمت صديقة المدام، مساء الخير إيه الأخبار، بالصدفة اكتشفت إنها شغالة في النادي، عاملة إيه، تمام الحكاية الرواية تمام. طب يلا بينا. دخلت سألت جابت لي المعلومات، قالت لي العقد ب2 مليون، هو خلاص مضى ووقع الكشف الطبي، وقالت لي اسم العيادة، وبعتت لي صور للعيادة اللي تصور اللي كان فيها بيعمل الكشف الطبي بالعنوان، ونزلت الكلام ده كله بسكرينات. وقالت لي الصفقة خلصت وهياخد ما بين 170 180 ألف دولار في الشهر. بعد كده رجعت قالت لي من 130 ل 170، يعني زي ما الكلام طلع ان هو في الموسم هياخد ما بين مليون للمليون و100 دولار. بس دي مش قصتنا. المهم ان انا كان عندي التفاصيل والديتيلز ونزلتها. بس ليه بقى محدش علق عليا او نسب القصة دي لحد تاني او اتحطت في سياق ان حد تاني كان ليه السبق الصحفي؟ لان هم عارفين، وهم انا اقصد وهم عارفين هم مين، وهيشوف الفيديو. لان هم عارفين ان انا عايش هنا، وعارفين ان مصدري موثوق منه، وعارفين ان انا فعلا عارف المعلومة الاكيدة قبل اي حد تاني وتالت وعاشر. انا قلت قبل كده وهقول تاني، انا معلوماتي من الطرف الاجنبي مش من جوه النادي الاهلي، سواء عضو سكاوتنج، عضو مجلس اداره، حد في اوضه اللبس، حد تبع فلان علان فلتكان، مش هقول اسامي. انا معلومتي من الطرف الاخر اللي هم ما يقدروش يوصلوا له.
فعشان كده محدش قدر يتكلم في الجزئية بتاعت بن رمضان ولا ينسب الفضل لنفسه. وحتى الناس اللي طلعت كصحفيين وقعدوا يتكلموا في الفيديوهات وعلى اليوتيوب وهنا وهنا وهنا، كان باين على الوش كده ان وهو بيتكلم باين عليه ان هو معلومته مش صحيحة ومش متأكد منها، ومكسوف ووشه محمر ان عارف ان المعلومة هو سحبها من حتة تاني. بس ما علينا. وقصة بن رمضان خلصت. حتى الناس اللي قالت هو لسه ما خلصتش، لسه ما مضاش، لسه ما عرفش ايه، النادي معلق شوية، النادي مش عارف ايه، لا هو خلص ومضى والنادي اتفق. وبعدها باسبوع ولا حاجة طلع رئيس المدير الرياضي للنادي اعلن على صحيفة مجرية، راحوا على طول واخدين الخبر وتناقلوه ما بينهم على الصفحات واتكلموا على اليوتيوب. واخيرا زي ما انا قلت ان النادي طلب من الاهلي يأجل الاعلان عن الصفقة، لان عندهم ماتش يوم 14 مايو نهائي الكاس المجري زي كاس مصر عندنا كده بعد بكرة. وانا حتى مشتري التذاكر ورايح احضر المباراة. فطلبوا من الاهلي بلاش اعلان دلوقتي عشان اللاعب يركز في النهائي، ممكن يتم الدفع بيه، زمايله في الفريق ما يبقوش مشتتين وكده، فنلعب المباراة يوم 14 وبعد كده اعلنوا براحتكم. فبين رمضان هيتم الاعلان عنه يوم 15 يوم 16، هيركب وينزل مصر بعدها بيومين 3، يكون لم دنيته وخلص حاجته ومشي، هيتم الاعلان عن الصفقة مع ريفيرو، قبل ريفيرو، بعد ريفيرو، دي مش قصة. فدي قصة رمضان باختصار. نيجي بقى لقصة ريفيرو، عشان الناس اللي بتقول ان انا واخد منهم المعلومة، ان انا عارف ان هم عارفين ان انا عارف ان انا واخد منهم. طيب مبدئيا كده في راجل محترم كده انا معرفهوش ومعرفش هو مين، والله العظيم ما اعرف اسمه ولا اعرف قناته على اليوتيوب ولا عمري شفته اصلا. هو بيقول ان هو اتكلم عن الموضوع يوم 11 ابريل. على راسي حضرتك صاحب السبق الصحفي، على راسي. يعني يا فندم انا ما تجنتش عليك ولا خدت منك حاجه بتاعتك، وما جبتش حاجه من صفحتك، وما سرقتش منك حاجه، وما اعرفش مين صفحتك اصلا. فان كان عند حضرتك المعلومه مفيش اي مشكله، سبق صحفي ليك، برافو. انا مش صحفي. دي نقطه. النقطه التانية، الناس اللي بتقول انا خدت منها وما اعرفش ايه، انا يوم ما نزلت عن ريفيرو واتكلمت، لان انا والله العظيم ده حصل. صديق ليا ساعة ما الهوجة بتاعت المديرين الفنيين دي كانت دايرة، صديق ليا بعت لي قال لي بص كده الجورنان ده بيتكلم عن الراجل ده، والصديق ده اسمه محمد العطار وموجود هنا على اكس، ممكن حضراتكم، وهعمل له منشن وتقدروا تسألوه. انا الحمد لله لما بيحصل معايا حاجة وبيكون في حد ساعدني فيها او ليه يد في الموضوع، بنسب الفضل لاصحابه، ما بتنصلش منه وانسبه لنفسي، مش بتاعتي. اولا لان انا متربي وافهم في الاصول كويس جدا، وبدي الناس حقوقها، مش بتاع لقطة ولا بتاع نمرة ولا عشان حد يسقف لي ولا يقول لي برافو تعالى خد انت شبح، لا مش بتاعتي. فمحمد قال لي بص كده في كلام عن ريفيرو. فتحت الموقع، دخلت بصيت، لقيت فعلا في حد منزل مقال. خدت المقال ورحت للشخص اللي انا اعرفه. مين بقى الشخص ده؟ ده صحفي افريقي. في مرة كنت مسافر من المجر هنا من بودابست رايح هولندا اجازة، قابلته في المطار في صالة الانتظار، انا قاعد وهو قاعد قدامي كده بقلب في التليفون، وقصة الاهلي دايرة، كنا مش فاكر كان ايه الموضوع، فبتكلم مع حد صاحبي بقول له الاهلي، ومش هو سمع الاهلي لقط الكلمة، قال لي ايه ده انت بتشجع الاهلي؟ قلت له اه اهلي مصر، اه الاهلي مصر. طب انت مش اتعرفنا على بعض. قلت له طب لو احتجت اي حاجة وجاي بودابست عرفني، زي اي حد فينا عادي خالص. يعني في الغربة او في اي مكان في الدنيا انت بتقابل ناس جديدة، بتعرف ناس جديدة، بيبقى بتعمل علاقات، بتصاحب الناس بتصاحبك، هي الدنيا كده. فانا خدت رقمه وخدت الانستجرام بتاعه وتبادلنا زي ما بيقولوا كده الصفحات، وهو راح في سكته وانا رحت في سكتي، والموضوع انتهى. الكلام ده من سنة. فتشاء الاقدار ان الموضوع ده يجي. فانا عارف ان هو مدرب اورلاندو بايرتس. فلما محمد العطار قال لي
قلت له طب ثانيه كده، هخش اسال الراجل ده، ومحمد موجود وهعمل له منشن ويشهد. دخلت كلمت الراجل، قلت له عندك معلومه 1 2 3؟ قال لي ما اعرفش، انا هخش اسال. تسال مين؟ قال لي انا اعرف حد جوه الاداره في اورلاندو بايرتس، هساله واتمنى ان يكون عنده معلومه. دخل ساله، قال له فعلا الراجل متكلم معانا انه خلاص مش هيكمل، وحابب ان هو ينهي عقده بعد 3 سنين، ومش حابب ان الموضوع يطول اكتر من كده. هو شايف ان كده دي اخر التجربة معاه. طيب هل في تواصل مع الاهلي؟ قالوا الراجل كان صريح معانا وقال انه الاهلي تواصل معاه في حالة ان كولر مشي، في باب كلام معاه انه يجي يدرب الفريق. جيت ساعتها اللي هو يوم 28/4 رحت منزل البوست. دخل الاخ اللي هو بيتريق عليا وبيقول ان انا سارق منه، ما تستاهلش ان انا اذكر اسمك، بيقول لي بس دي بتاعت انا حتى، بص، وبعت لي حاجه كده. قلت له حبيبي انت على راسي، وانا كنت باخد منك الاخبار قبل كده لما كنت اعمل ريتويت على البوستس بتاعتك، وانا فعلا ما بنكرش ان انا يعني فضل حد عليا، او ان انا طول عمري بحب اشجع الناس واحب اسبورت الناس اللي هي بتشتغل. يعني بشوف حد جايب معلومه او اشوف حد جايب حاجه، بعمل له ريتويت، ما باخدش البتاع قص لزق كده واحطها عندي، لا بعمل له ريتويت وبقول له برافو، استمر، اشتغل، بشجع الناس. الحمد لله انا جوايا نضيف وسالك. فقلت له على راسي من فوق برافو، الله ينور عليك، بس انا فعلا سائل صحفي افريقيا عن الموضوع، وهو فعلا لسه مأكد لي حالا. فهنا ايه بقى الفرق؟ الفرق ان حضرتك منزل بتقول ان الراجل ده مرشح انه يدرب منتخب المغرب، وجيت رحت عامل كووت على التويتة بتقول يقال انه مرشح لتدريب الاهلي في حال ان كولر مشي. طيب يعني انت جايب كلامك من موقع، زي ما نزلت عنه، نزلت عن كذا مدير فني تاني اكتر من 5 أو 6، وجيت في مراحلك الاخيرة. للأسف انا بوجه لك الكلام لان انت بتلقح عليا، بس انا مش هقول اسمك برضو، لان انت جيت في اخر 3-4 ايام دول انت كنت مصمم ومصر وتكاد تجزم ان جوميز خلص وهو اللي هيدرب الاهلي. الحمد لله انا يوم 28/4 نزلت البوست، وجيت يوم 3/5 البوستات موجودة، 3/5 الصحفي ده دخل كلمني تاني، قال لي حصل انه حد من السكاوتنج تيم بتاع النادي الاهلي وحد من مجلس الادارة كانوا في زوم ميتنج مع الراجل اللي ملوش وكيل، باي ذا واي، عشان الناس بتقول وكيل، الراجل ملوش وكيل، دي معلومة كده على جنب، الراجل ملوش وكيل. كان في مكالمة زوم مع الراجل النهاردة، وخلاص اتفقوا شفهيا على كل البنود وكل حاجة، والراجل هيمسك النادي الاهلي. كلام ثقة مؤكد 1,000,000%. يوم 3/5 وعملت كووت على التويتة بتاعتي وقلت راجعوا ورايا كمان كام يوم. فكده فانا ما اتكلمتش غير عن ريفيرو، ما نزلتش غير عن ريفيرو. معايا السكرينة في الشات بيني وبين الانستجرام، بيني وبين الاخ المحترم الصحفي ده اللي انا مش هينفع اقول اسمه طبعا، ومنزل السكرينة وهو بيقول لي ان الاهلي والراجل اتفقوا شفوي على التدريب النادي الاهلي والموضوع خلصان. منزل السكرينة باليوم بالتوقيت بالساعة اللي هو كلمني فيها، تمام، وما قلتش اي حاجة عن اي مدير فني تاني. كنت نزلت عن فيتور برونو لما عبد الحكيم ابو علم اتكلم عنه، حتى ما جيتش قلت هو ده اللي هيدرب الاهلي، انا جيت رحت كاتب اسمه رباعي ولعب قد ايه وكم ماتش وكسب وتعادل ومش عارف بس. لكن الوحيد اللي قلت ان هو هيدرب ومرشح، ونزلت سكرينات ونزلت كلام بيني وبين الصحفي وفضلت مصمم عليه، ولما اتسالت لا قلت لا، هو كان ريفيرو. ما اتكلمتش وما جبت سيرة اي مدرب تاني، اللي هو انا هجيب لوكشة كده هرميهم على التايم لاين، واللي يجي فيهم اقول ده بتاع انا، ده انا اللي قلت عليه، اصل انا من 10 ايام قلت ده. لا معلش، ما بتمشيش كده. بس حبيت اوضح
الجزئية دي، واسف ان الفيديو بقى 20 دقيقة، وانا بعتذر لاي حد هيتفرج ويوصل للمرحلة دي. لكن كان لازم اوضح، وكان لازم الناس تفهم الصورة ماشية ازاي. البني ادم لما بيقول انا صاحب سبق صحفي او انا كان عندي المعلومة، بيجيب معلومة خبرية من مكان او مصدر اكيد 1,000,000% انه فعلا ده انتهى وفعلا تم، مش بينقل اخبار من مواقع عن كذا مدير فني او عن كذا لاعب، واللي يظبط فيهم يقول ايوه هو ده، انا اخترت ده، او انا كنت قلت ده، او انا اللي قلت اول واحد. ما اعتقدش انها بتتحسب كده، وروحوا اسالوا اي صحفي. في ناس بقى محترمة وكنت بكن ليها كل الاحترام وبقدرها جدا طبعا، وفي بينا كل احترام وتقدير. فجأة لقيت الدفة كده راحت في سكة كده مش فاهمها او مش مستوعبها. طبعا في ناس محترمة اشادت بالمجهود، وفي ناس راحت في سكة كده الله يصلح حالها والله يهديها. مش هتطرق للقصة دي، بس عايز اقول لكم يعني بلاش نفاق، بلاش تدخلوا في الرسائل على الخاص تقولوا كلام، وعلى العام قدام الناس تكتبوا كلام تاني خالص. بعد كده اللي هيخش لي على الخاص مش هرد عليه، وهشتغل بلوكات من هنا ورايح. ما بحبش البني ادم اللي بوشين. للاسف انا صعيدي ودغري، ما بروحش كده وكده، للاسف انا على طول. دي كانت قصة ريفيرو بكل بساطة. النهاية والملخص، انا مش صحفي، انا مش بتاع اخبار، انا مش بتاع حصريات، انا مش بدور على حاجة عشان اخد بيها ترند ولا اخد لقطة. انا ماليش في الليلة دي، ما عنديش قناة يوتيوب 24 ساعة بفتح لايفات عليها، ولا كل يوم بفتح لايف و2 و3. ما عنديش اي مصدر تربح من الليلة دي، ومش بتاعتي ومش فاضلها الحمد لله. انا فايس بريزيدنت مانجر ميدل ايست لشركة كبيرة، ومفيش داعي اقول ال اسم الشركة. شغلي الحمد لله يعني مكفيني وزيادة، والحمد لله ربنا ساترني ونعم عليا بنعمة وفضل من عنده. بقالي 10 سنين عايش في أوروبا. قصة محمد علي بن رمضان وخوسيه ريفيرو جم قدامي بالصدفة. ربنا وفاني ان انا كنت صاحب السبق الصحفي فيهم. خلينا نقول سبق صحفي عشان انتوا بتحبوا اللغة دي. لكن انا مش بتاع حصريات ولا صحفي، ولا بدور على اللقطة ولا الريتش ولا الشو، ولا بعمل ريتويت للبوستات اللي انا بنزلها كل شوية واقعد اعمل لها ريتويت عشان خاطر الناس تشوفها والناس تخش تعلق لي عليها. ولا انا بجري عشان اشتغل في السكاوتنج تيم بتاع النادي الاهلي، او بحاول مع الناس انها تزقني كده وتدخلني. مش بتاعتي وماليش فيها، مش قصتي ولا الليلة بتاعتي اصلا. نهايته انا اللي يهمني النادي الاهلي ومصلحة النادي الاهلي، وراجل عادي جدا زي اي حد. بشوف حاجة بتهكم عليها، بشوف حاجة بضحك عليها، بشوف حاجة بعلق عليها، بقول رأيي، بفتح مساحة بتناقش انا والناس، بناخد وندي. مفيش اي اغراض شخصية من ورا القصة دي. حتى الناس اللي بتيجي عند المساحة، كبير صغير عاقل مش عارف ايه ايا كان هو مين، بيطلب مايك بياخد حقه وبيتكلم، بياخد راحته وبيقول رأيه. ما بعرضوش، ما بحجرش على رأيه، ما بقولوش ما تتكلمش، ما بقولوش لا ما ينفعش الكلام ده هنا، ما تجيش جنب الخطيب، ما تجيش جنب اي حد. لا خالص. كل واحد بياخد راحته، كل واحد بياخد حقه بدون تطاول، بدون غلط، بدون اي حاجة تمس اي كرامة او ذمة شخص. والموضوع بينتهي، وبقفل المساحة وبخش انام. لا بجري ورا سكاوتنج، ولا عايز حد يشغلني، ولا ليا في الليلة دي. دي القصة ببساطة، واسف على الإطالة، وشكرا لكل واحد سمع الفيديو لحد الدقيقة دي. شكرا، سلام عليكم.